السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بواحد لا فيديو تحت الطلب ديال واحد العضوه اللي لقيتها في التعليقات. كيف قلت لكم الا بغيتوني نهضر لكم على شي كومبليمون اليمونتير او لا شي موضوع او لا اي حاجه خليوه ليا في التعليقات، واكيد انا ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو باش نفيدكم اكثر وتستافدوا من المكمل غذائي او لا الكريم اللي بغيت نحط لكم او لا اي حاجه تتعلق بلا فارماسي اللي بغيت نحط لكم. دونك تكون عندكم فكره عليها. كيف قلت لكم حطوا لي الدواء ولا حطوا لي اي حاجه بغيتوني نهضر لكم عليها، وغادي نحط لكم جميع المعلومات اللي نقدر نفيدكم بها. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المكمل غذائي اوستيوكار راني ذكرت لكم في بزاف ديال لي لايف ديالي وذكرت لكم في بزاف ديال المواضيع. اوستيوكار وهو واحد الكومبليمون اليمونتير، واحد المكمل غذائي اللي تيجمع لنا الكالسيوم وتيجمع لنا المغنيسيوم وتيجمع لنا فيتامين دي 3 وتيجمع لنا الزنك. يعني ما تلقاوش بزاف ديال لي كومبليمون اليمونتير اللي تيجمعوا لنا هاد الفيتامينات وهاد لي مينيرو بربعه وبدوزاج قويه، يعني بدوزاج احسن. تلقاو لي ملتي فيتامين فيهم 12 فيتامين او المعادن، ولكن لا دوز نتاع لي فيتامين ولا دوز نتاع لي مينيرو اللي فيهم تتكون قليله. اوستيوكار نهضر لكم على اوستيوكار اشنو تينفع اكثر، وعاد نعطيكم لي دوزاج اللي كاينين فيه ونعطيكم الفوائد لاش تعمل ونعطيكم المخاطر ديالو. راه كل دواء على قد ما كاينه على قد ما تيعطينا واحد المفعول يقدر يرجع لنا بمخاطر على الصحه ديالنا. دونك كاينين دي زيفي سكوندير اللي يقدر يديرنا، وكاينين حوايج اللي مزيانين اللي يقدر يفيد لنا الصحه ديالنا. كيف تنقول لكم راه حنا كلنا ماشي بحال راه كل واحد يقدر انا يوافقني، يقدر سيده اخرى يمكن لا تاخذو، سيده اخرى يمكن لا تاخذو، كاينه واحد السيده اللي ما خصهاش تاخذو. انا نجي نشرح لكم بالنسبه للاوستيوكار اشنو هو. مكمل غذائي لصحه العظام، لصحه العظام وصحه الاسنان، و تيعاون الناس اللي مرض بهشاشه العظام والناس اللي عندهم واحد المونك كتير في الكالسيوم، ما تياخذوش الكالسيوم. كاينين الناس اللي ما تيشربوش الحليب، تياكلوش الفرماج، ما تياكلوش الحوايج الطبيعيين اللي ديال الكالسيوم، تتلقاهم من بعد تيعانيو من الالم في العظام ديالهم او لا في المفاصل ديالهم. تتلقى السنين ديالهم تيكون عندهم الم في السنين ديالهم، تيلقاهم ديما مهدودين وديما عيانين. بالنسبه للاوستيوكار هو مكمل غذائي غني بالكالسيوم، غني بالكالسيوم اللي هو ضروري لنا لصحه العظام ديالنا وصحه الاسنان. غني بالمغنيسيوم كذلك. تنعرفوا المغنيسيوم وهو واحد المينيرو اللي ضروري كذلك للصحه ديالنا، سواء الجسديه والعضلات ديالنا، خاصه المغنيسيوم ضروري للعضلات ديالنا. الا كان عندنا تشنج في العضلات او لا تشنج بعض المرات في العضلات او لا تنحسوا بواحد التنمل في العضلات ديالنا، المغنيسيوم تينفع لنا لهاد الحاله هادي. كذلك فيه لا فيتامين دي، واحد لا فيتامين دي في واحد التركيز ديالو اللي زوين، يعني بواحد لا دوز اللي مزيانه. لا فيتامين دي تنعرفوه تيساهم لنا في امتصاص الكالسيوم طبيعي واستخدامه في الجسم. يعني لا فيتامين دي تلقاو في هذا الوقت هذا لا بليبار ديال يعني اكثريه ديال النساء عندهم المونك في لا فيتامين دي. علاش ما تنتعرضوش للشمس؟ تنعرفوا لا فيتامين دي الحاجه مناش تيجينا وهي التعرض ديالنا للشمس، وخاصه النساء اللي تيوصلوا 30 عام تيخصهم يردوا بالهم يمشيو يديروا التحليله ديال لا فيتامين دي ويشوفوا النقص واش كاين عندهم في لا فيتامين دي ولا لا، ويحاولوا ياخذوا دي كومبليمون اليمونتير. كاينين دي كومبليمون اليمونتير بحال الاوستيوكار اللي يمكن ليك تاخذيه يوميا، فيه واحد لا دوز مناسبه اللي ما ترجعش بالضرر على الصحه ديالك. وكاين لا فيتامين دي عباره عن امبول اللي تيكونوا بلي دوزي اللي تعطيهم لك الطبيب تحت الاستشاره ديال الطبيب على حساب التحليله ديال لا فيتامين دي اللي عندك. دونك بالنسبه لهاد اوستيوكار الناس اللي يمكن لهم ياخذوه اطفال، كاين على شكل مشروب، وكاينين وياخذوه الناس يعني البالغين في السن، واكثريه الناس اللي بلو اجي، يعني اللي لاج ديالهم كبير 30 40 عام واخا ما نقولوش كبار، حنا غاديين تنطلعوا عليها، ولكن على قد ما تنزيدوا في السن على قد
ما الفيتامينات اللي تتكون عندنا في الذات والاشياء الطبيعيه اللي تتنتجها لنا الخلايا من هذا تتنقص لنا. دونك تنوليو محتاجين لواحد المكمل غذائي اللي يعاوننا على الصحه ديالنا. بالنسبه للسيده الحامله واللي تترضع يمكن لها تاخذه ما فيش المشكل، ولكن المرضعه انا متفقه معاه، ولكن السيده الحامله ما تنصحش انا نهائيا ولو كاتبين في هذا الدواء ان السيده الحامله يمكن تاخذه. السيده الحامله ما تاخذ حتى دواء الا ما رجعت للطبيب مع من متبعه. انا راه ديما تنقولها، اي وحده جات عندي قالت لي حامله ما نعطيك حتى دواء الا ما رجعتي للطبيب ديالك، هو اللي يقدر يحكم واش تاخذي هذا الكومبليمون او لا. بالنسبه لشكون اخر، الناس اللي عندهم الجلوتين يمكن لهم ياخذوه، هذا سون جلوتين ما فيش لاكتوز، يعني ما حلوش. السيدات اللي عندهم امراض السكري ما فيش الملحه، الناس اللي عندهم لا طونسيون سون سيل، ما فيش ديكولوراسيون لي ارتيفيسيال، يعني مواد كيماويه اللي تيدير، ما فيش مواد حافظه، كومبليمون اليمونتير اللي تيقدر ينفعنا. بالنسبه للادوز ديالو انا غادي نقلب لكم الكاميرا باش نوري لكم عن قرب ونعطيكم لادوز اللي كاينه فيه. دونك تشوفوا معايا بالنسبه للاوستيوكار، كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين دي 3، الزنك، تيصلح لنا اكثر هي الصحه ديال العظام ديالنا والمفاصل وصحه العضلات والاسنان. بالنسبه لي دوز اللي فيه كيف تتشوفوا معايا فيه 400 ملغ ديال الكالسيوم، يعني بحال خديتي تقريبا واحد، الا خديتي حبه بحال خديتي واحد الكاس كبير ديال الحليب او لا كاس. هنا دايرين اللي تاخذوا لي، يعني هاد لا دوز اللي فيه كامله اللي تاخذوا لي ديال المغنيسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم والزنك ولا فيتامين دي بحال شربتي ترو ديال الحليب. تتشوفوا فيه 100 ملغ ديال المغنيسيوم اللي هي واحد لا دوز اللي تتنفعنا في الذات ديالنا. فيه الزنك 5 ملغ ديال الزنك، وفيه لا فيتامين دي 5 ديال الاوجيل ديال وحدات ديال لا فيتامين دي، يعني واحد لا دوز اللي مهمه بزاف. بالنسبه للاستعمال ديالو كيفاش لانديكاسيون ديالو كيفاش ناخذوه، انا جو بريفير ان لا فيتامين يتخاد قبل الاكل. اوكوك تتحرك ليا الكاميرا، غادي تسمحوا لي البنات. دونك انا جو بريفير الفيتامين يتخاد قبل الاكل، ولكن لان الفنيده نتاعته كبيره كاين الناس اللي تضرهم المعده ما تيقدروش عليه يديروه وسط الماكله، اما قبل الماكله اما وسط الماكله. والله يعطيكم الستر ايفيتيو ديك القاعده انكم دوزوا بالشاي باتاي الاكل ديالكم، ايفيتيو ولا المشروبات او لا اي حاجه تتهرس لنا الفعاليه ديال الدواء. بالنسبه للثمن ديالو 100، انا نقلب لكم الثمن ديالو باش نعطيكم جميع المعلومات عليه. الثمن ديالو 108 دراهم. كيفاش تيتخاد حبه وحده في اليوم. بالنسبه للاعمار جميع ديال الاعمار، يعني الواحد ياخذو، يعني كاين سيرو لي زونفون وكاين الكومبريمي لادولت، تتخاد حبه وحده في اليوم، اما قبل الغداء. انا جو بريفير تاخذوها قبل الفطور او لا وسط الفطور او لا قبل الغداء او لا وسط الغداء. انا كملت لكم مع الفانيد، انا ندوز لكم للسيرو. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم على بالنسبه للكومبريمي ديالو على الكينه ديالو. دابا غادي ندوز لكم للسيرو، المشروب ديالو حتى هو كاين فيه الكالسيوم، فيه نفس المكونات، ولكن هو لا دوز ديالو قليله بالنسبه للاخر. بالنسبه لهاد السيرو هذا تيتخذ لنا ابتداء من العام، يعني الطفل ابتداء من عام ياخذ هاد السيرو هذا من عام حتى العامين. هانتوما تتشوفوا معايا كويير هكا فيه معلقه صغيره 2 ديال المرات في النهار، من 3 سنين ل 12 عام معلقه صغيره 3 المرات في النهار. بالنسبه للناس الكبار معلقه كبيره اللي ما تيبغيوش ياخذوا الكينه تضرهم في المعده. هذا راه تيتخاد السيرو، تيتخاد بالنسبه للناس الكبار والناس الصغار، يعني الكبار والاطفال. بالنسبه لي زادولت اللي بغاو ياخذوه معلقه كبيره 3 ديال المرات في النهار. هنا دايرين لنا لا فام اونسيان تياليتمون، يعني السيده اللي حامله واللي تترضع تاخذ معلقه كبيره 3 المرات في النهار. ولكن انا هاد لا فام اونسيان يعني المراه الحامل ديما تنقول لكم ما تاخذ والو الا ما رجعت للطبيب ديالها. دونك بالنسبه للثمن ديال السيرو حتى هو كذلك
109 درهم متقاربين في الثمن. هاد السيرو هذا لاش تيصلح اكثر، دونك السيرو لاش تيصلح اكثر البنات بالنسبه للوليدات اللي يلاه الوليدات اللي داروا عام وتنشوفوهم ما تياكلوش النا بزاف، يعني ما تيشربوش الحليب مزيان، ما تياكلوش فروماج، ما تياكلوش دانون، يعني ما تياكلوش داك الحوايج اللي فيهم الكالسيوم، فيهم لا فيتامين دي، وفيهم الماكله نتاعتهم ناقصه، وتنشوفوهم تقال في المشيه، تنشوفوا سنينات ديالهم ما تيخرجوش لهم دغيا. تنعاونهم سيرتو الوليدات اللي داروا عام وباقي عكزانين ما تيقدروش يوقفوا، ما تيقدروش يتمشاو، تقدروا تاخذوا لهم هذا كومبليمون اليمونتير ما فيه حتى شي مشكل. ولكن غادي نرجعوا دابا هاني قلت لكم جميع المنافع ديالو. سيرو تنعطيوه للوليدات اللي ما تيتمشاوش دغيا، الوليدات اللي عندهم مونك في الكالسيوم، الوليدات اللي تيمشيو دغيا تيطيحوا، كيف قلت لكم الوليدات اللي تيتنفخوا لهم السنات ديالهم ما تيبيوش يطرطقوا دغيا، دونك تيعاونهم هذا اللي فيه الكالسيوم، مغنيسيوم، زنك، فيتامين دي 3. الكالسيوم مهم للاسنان والعظام. بالنسبه للسيرو راني شرحت لكم كيفاش تيتخاد. حاجه واحده اخرى البنات، بالنسبه للمكمل الغذائي، اي مكمل غذائي، هذه نصيحه نعطيها لكم، اي مكمل غذائي كان في الصيدليه وانتم ما تتحسوا بروسكم ما محتاجينش ليه ما تاخذوش. كيف قلت لكم تنشوفوا روسنا الماكله نتاعتنا مزيانه، الصحه ديالتنا مزيانه، يعني سنيناتنا مزيانين، تنشوفوا الطفل ديالنا تياكل الاكل ديالو الطبيعي، تيشرب الحليب مزيان، تياكل فخوماج دان البيض، يعني تياكل التغذيه ديالو مزيانه وما محتاج ما تاخذوش. ماشي ضروري حيت درت فيديو شكرت لكم وكذا تشوفوا مكمل غذائي غادي ينفعنا. كيف تنقول لكم راه الذات ديالنا تتحتاج يوميا لواحد الكونتيتي ديال الفيتامينات وديال لي مينيرال في اليوم. يعني مثلا يعني تحتاج لا فيتامين دي واحد 5 او لا المغنيسيوم تحتاج 300 باك جور، ولا الكالسيوم تحتاج لواحد النسبه، وانتم كانت عندكم النسبه الكافيه في الذات وبقيتوا تاخذوا لي كومبليمون اليمونتير زياده على اللزوم، راكم تتهلكوا الصحه وتتهلكوا الكبده ديالكم بلا ما تشعروا. حيت الذات ديالنا منين تاخذ لنا داكشي اللي تحتاج ليه، داك المخزون الاضافي اللي تيبقى فين تيمشي لنا للكبده، يقدر يخرج لنا على الكبده. ومعلومه ثانيه اخرى البنات، الناس اللي عندهم امراض ديال الكبد ما يقيسوش اي دواء كيف ما كان الا ما رجعوا للطبيب ديالهم. بالنسبه للمده اللي تستعملوه شهر فقط وتحبسوه. خديتوا قريعه السيرو بالنسبه للوليدات ديالكم تستعملوه شهر وتحبسوه. كانت التغذيه ديالكم احسن حاجه وهي التغذيه، كانت التغذيه غنيه بجميع الفيتامينات، غنيه يعني تاخذوا البروتينات اللي تحتاجوا في الذات من التغذيه ديالكم، تاخذوا الفيتامينات اللي تحتاجوا في الذات من التغذيه ديالكم. ما محتاجيش لهذا الكومبليمون اليمونتير ما تاخذوش. هذا الكومبليمون اليمونتير ناخذوه حسينا براسنا العيا، حسينا براسنا سنان تضرونا، حسينا بالشعر تيطيح، حسينا يعني عندنا فريمون العيا في الذات ديالنا، تنحسوا براسنا راه محتاجينه عاد ناخذوه. بالنسبه للسيدات اللي تيفطروا من لامينوبوز، يعني تنعرفوا السيدات 45 عام 46 كل سيده واشنو الوقت اللي تتمشي لها الحيض، في ديك الوقت تتكون محتاجه بزاف المكملات الغذائيه، تاخذ هاد اوستيوكار راه غادي ينفعها بزاف على دوك الاعراض الجانبيه اللي تدير ليها لامينوبوز. بالنسبه للاوستيوكار سيرو قلت لكم مهم النمو ديال الطفل، تنشوفوا الطفل ديالنا عكزان ما تيطولش بزاف، يعني الطول البنات تيسولوني بزاف شي حاجه للطول الدراري الصغار، تاخذوا اوستيوكار سيرو. الناس كبار السن اللي تيحسوا بهشاشات العظام تيحسوا بعضهم ضارينهم عيانين ياخذوا اما الفانيد اما السيرو. كيف قلت لكم الفانيد ياخذوا يا الكبار فقط، ولكن السيرو يقدروا ياخذوه الناس الكبار والصغار على حساب لا دوز اللي مكتوبه لنا في الدواء. ديما ترجعوا لا دوز برينسيبال اللي مكتوبه لنا في الدواء، لا زياده ولا نقصان على ذلك. وعافاكم سيدات الحوامل ما بقيتش نشوفوهم تيكتبوا لي واش ناخذوا ولا ما ناخذوش. كل امراه حامل تيخصها تتبع مع الطبيب ديالها وتيخصها دير التحاليل ديالها، والطبيب هو اللي تيعطيها المكملات الغذائيه اللي تحتاج لهم هي والبيبي ديالهم. حيت الا ما كانتش، الا كانوا التحاليل ديالها مزيانين وعطاها واحد الفيتامين تبع واحد شهر ولا شهرين ونصحها بالتغذيه الطبيعيه، احسن دواء وهو التغذيه الطبيعيه. انا تيبان ليا هو احسن شيء.
تغذيه طبيعيه. هاد لي كومبليمون اليمونتير كيف قلت لكم نخليهم من بعد الا كنا طحنا في شي مالادي وما كليناش مزيان، اولا الناس اللي تيكونوا دايرين واحد الريجيم ما تياكلوش محيدين بزاف الحوايج باش يضعفوا يعاونوا روسهم، الناس اللي كبار في السن، اولا الا حسيت انا براسي تناكل مزيان، تنشرب الحليب مزيان، تناكل دانون، تناكل فخوماج، التغذيه ديالي الخضر الفواكه ما كاينلاش ناخذو. خليو لي التعاليق في صندوق الوصف، ومرحبا بكم. وان شاء الله فيديو اخر حطوا لي علاش بغيتوني نهضر لكم، وغادي نهضر لكم ان شاء الله فيديو اخر. ودمتم في رعايه الله وحفظه. الناس اللي باقوا ما داروش اشتراك، كاينين بزاف ديال الناس ما دايرين اشتراك، تيشوفوا لا فيديو تيمشيو في حالتهم، ديروا اشتراك وديروا الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.